السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة لمسة مريم. ان شاء الله غنديروا اليوم واحد الكلاص اللي كيجي رائع جدا للجديد. ان شاء الله يكون هو المعتمد عندكم في هذه العطله ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. عندنا جوج علب ديال النيسلي، واحد عادي وواحد بالكراميل. عندي واحد العلبة ديال الكريمة السائلة، واحد لتر. وعندي الفاني بودر. في إناء كنديرو نصف لتر ديال الكريمة. من الأحسن الكريمة تكون باردة مزيان، يعني قبل ما تستعملوها بواحد الساعة ديروها في المجمد، ماشي تخليوها حتى تقصح، غير باش تبرد مزيان باش تعطيكم أفضل النتائج. ممكن تستعملوا طراب الكهربائي، انا هنا استعملت غير اليدوي حيت الكريمه بارده مزيان دغيا غتطلع معانا. زائد ان ما كتبغيش انها تكون واقفه بزاف بحال الكريمه العاديه، غير كنشوفوها تقالت وكنحبسو باش كيجينا الكلاص مزيان. هنا الخليط بدا كيتقال معانا. باش كنوصلوا لهاد المرحله كنحبسو، ما كنكثروش ليه الخفق بزاف. كنضيفو العلبة ديال النيسلي عادي. صراحة هاد الكلاص راه كيجي تماما بحال هداك اللي كيتباع في مرجان وفي الأسواق الكبرى. صراحة رائع، معمرو غيخطاكم، جربوه وردوا عليا الخبار. كنضيفو شوية ديال الفاني بودر، وإلا كان عندكم العادي ديال اللي بحال السنيدة ممكن تستعملوه في الأول فاش كطربوا الكريمة. كنخلطو مزيان كما قلت لكم، الكريمة كي كتولي ما كتكونش ثقيله بزاف. فاش كنضيفو حليب نيسلي كنحاولوا نخلطو غير بشويه. كنبداو نخلطو حتى كينسجموا لينا العناصر، كيولي على هذا الشكل. هنا كنضيفو شويه ديال كاوكاو مهرمش او اللوز اللي عندكم متوفر، وكنخلطو راه كيجي رائع. ممكن اللي ما عندوش كاوكاو او اللوز يدير اوريو، بيمو اوريو يقطعو قطع صغيره ويخلطو معاه. كناخد واحد المول اللي خاوي من الوسط وكنفرشو عليه بابي سيلوفان، وكناخدو شي طبسيل كنفرشو عليه ورق ديال الزبده باش نحاولو نتحكمو فيه الا بينا نحيدوه. كنصبو الخليط ديالنا، كنغطوه مزيان وندخلوه للمجمد في انتظار نصيبو الاخر. كناخدو اناء اخر كنديرو فيه نصف لتر ديال الكريمه المتبقيه. كنخلطو مزيان حتى كتطلع لينا الكريمه شويه. كما قلت لكم كنركز على هذه القضيه ديال الكريمه انها تكون بارده مزيان باش تعطيكم افضل النتائج. الكريمه ديالنا بدات كتقال لينا، هي واجده. يعني كما قلت لكم ما كنطلعوهاش مزيان حتى كتوقف معانا بحال الكريم اللي كنستعملو للحلويات. خصو يكون غير بحال هكا باش يجينا الكلاص مزيان. غنضيفو نيسلي كراميل، كناخدو العلبة ديالو كنديروه في اناء وكنخلطوه مزيان حتى كيولي سائل. عاد كنضيفوه للكريمة وكنبداو نخلطو. من بعد كنضيفو ليه الشوكولات الدائب اللي ذوبناه في حمام مريم. انا هنا استعملت الشوكولاته السوداء.
تقريبا ممكن تستعملو شكلاط كالا حتى هو مزيان. ممكن تستعملو 5 غرام ديال الشكلاط كالا، كنخلطو مزيان حتى كيولي اللون ديالو على هاد الشكل. كنضيفو شكلاط حبيبات. اللي بغا ان اللون يكون مركز بزاف ممكن يزيد كمية ديال الشكلاط، انا بغيتو غير بهاد الدرجة. كنخرج المول ديالنا من المجمد وكنضيفو ليه الطبقة الثانية ديال الشوكولا. كنحاولو نسرحو الكريمة ديالنا باش تاخد لينا الفورمة ديال المول. هنا شاط ليا شوية ديال الكريمة، غادي نديرو فشي علبة ديال البلاستيك ونديرو في المجمد. نقدر ندير بيه كاسات صغار. الكلاص ديالنا كندخلوه المجمد تقريبا 8 ديال السوايع، وضروري نغطيوه مزيان قبل ما ندخلوه للمجمد، ما خصوش يدخل ليه الهواء. كنحاولو نقادو السطح ديالو ونتلاقاو ان شاء الله من بعد مرور 8 ديال السوايع. انا من بعد ما خرجناها في المجمد، انا هنا تقريبا خليتها غير 6 السوايع حيت ما كانش عندي الوقت، ولكن من الافضل انكم تخليوها 8 ديال السوايع باش كتجي شاده براسها مزيان. كنحيدو ليها المول، كتجي على هاد الشكل. صراحة راه كتجي رائعة ولذيذة لذيذة لذيذة لواحد الدرجة اللي هي كبيرة تماما بحال المذاق اللي كناكلو في الأسواق الكبرى. هنا رشيتها بلوز إيفيلي. بالنسبة للتزيين ممكن ديرو أي تزيين بغيتو، ممكن تزينوه بأوريو، ممكن تزينوه بأي حاجة متوفرة عندكم في الدار، ماشي ضروري أنكم ديرو ليه هاد التزيين. أنا هنا استعملت كريم كراميل منزلي وزينته بصوص الشوكولا، يعني تزيين خفيف بسيط. هنا زينته ببيمو ديال السيجار، وهذه هي النتيجة النهائية ديال الكلاص ديالنا. صراحة راه كيجي لذيذ بزاف، وحسن ما انكم تشريوه في الزنقة ما كتعرفوش المكونات ديالو. بالنسبة شاط ليا واحد شوية ديال الكلاص، غادي نقدم فيه نقدمو على شكل كؤوس فردية، يعني ممكن ديروه هكا، ممكن ديروه بحجم عائلي. كذلك كنزينوه بالصوص ديال الكراميل. كنرش شوية ديال اللوز إيفيلي، كنديرو الصوص ديال الشوكولا. صراحة حتى التقديم فردي كيجي زوين. وكنديرو بيمو ديال السيجار، وهذه هي النتيجة. كيجي كريمي ومثلج، زعما رائع جدا. ما تفرقوش بينه وبين ديال المحلات الكبرى. نقرب لكم الكاميرا شويه باش يبان لكم. صراحه غيولي هو المعتمد عندكم. بالنسبه للنكهات ممكن ديروا اي نكهه بغيتو. ممكن انكم تستعملوا باش ديروا نيسلي كراميل. الا ما بغيتوش ديروا شوكولا ممكن تخليوه غير هكاك حتى هو كيعطي بحال المذاق ديال الكراميل. نتوما كل واحد كيبدع بالطريقه اللي بغا. هنا شاط ليا واحد شويه الكريمه، غندير معكم هاد الكاس باش تشوفوا الطرق ديال التزيين.
قبل ما ننسى كنقول للاخوات اللي اول مره يدخلوا لقناتي مرحبا بكم، كنتمنى تعجبكم القناه وكنتمنى تشتركوا فيها وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا من جديد الوصفات. مرحبا بكم، شكرا لكم بزاف.